ليه ممكن تدخل كلية العلاج الطبيعي؟ أنا مش جاية أقنعك تدخلها، أنا جاية بس أعرفك مميزات وعيوب الكلية دي علشان مفيش ناس كتير هتقولك الكلام ده. أنا آلاء حاتم ومتخرجة من كلية العلاج الطبيعي سنة 2019. مميزات الكلية: أول حاجة، كلية طبية ومجموعها بقى أعلى من كلية الصيدلة، يعني كده كده هيتقالك يا دكتور وهتاخد اللقب، يعني لو فارق معاك أو مع بابا وماما. تاني حاجة، لو كان نفسك تدخل كلية طب بشري وما حصلش نصيب، هتدرس في الكلية أغلب الأساسيات بتاعت مواد بشري وكمان مواد العلاج الطبيعي. تلاتة، بتتخرج تقدر تشتغل في تخصصات كتير زي الأدلت، الأطفال، الجيرياتريك، الجاينة أو إصابات الملاعب. أربعة، تقدر تتخرج وتشتغل في التخصصات اللي أنا قلتها أو تعمل دبلومة انفكشن، تعمل دبلومة تغذية، تعمل دبلومة إدارة مستشفيات أو جودة، يعني قدامك الطريق مفتوح. خمسة، تقدر تفتح المركز الخاص بيك بعد التخرج ب5 سنين أو بعد ما تعمل ماجستير. ستة، عندك فرص كتير جوه مصر أو بره مصر، سواء في دول عربية أو في دول أجنبية، يعني لسه مطلوبين. العيوب بقى: واحد، كلية عايزة صحة. اتنين، الخريجين بقوا كتير جدا فممكن ما تاخدش تكليف. تلاتة، بتدرس 6 سنين، 5 سنين دراسة وسنة امتياز تدريب، سنة كاملة ومشروع تخرج. أربعة، شغلانة عاوزة صحة. خمسة، هتقعد تشرح لكل شخص انت بتشتغل ايه، مش عشان الكلية بتاعتنا مغمورة، بس هو عشان كده وخلاص. ستة، شغلانة عايزة صحة والله. سبعة، أول ما تقول لحد انت بتشتغل ايه هقول لك والله ده أنا ظهري، ده أنا رجلي، فحضر نفسك من دلوقتي. بس كده، أنا حاولت أختصر لكم الكلية ممكن ليه تدخلها، بس الأهم إنك تقتنع إن مش محطة في الحياة هي اللي هتحدد انت ناجح ولا لأ. انت ممكن تعدي من محطة جديدة وتبدأ من جديد وتكون ناجح، بس سيبها على ربنا وابدأ من جديد. كده معلومتنا النهاردة خلصت، أشوفكم في فيديو جديد.